السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في فضاء أم رائد. غالياتي صديقاتي، حبيت اليوم نشارك معكم وصفة هايلة بزاف بزاف. شوفوا الايس كريم لي زيسكيمو ميم طون، بوصفة نقول اقتصادية بامتياز بمكونات ان شاء الله كاينة في كل منزل. اللي يخفاكم ان من قبل درنا وصفة تاع لا كريم في بداية القناة، استعملنا فيها المثبت، استعملنا فيها الحليب، استعملنا فيها المنكهات. المرة هذه جبت وصفة مغايرة بشكارة حليب برك ما شاء الله، ديري كمية هائلة وبلا ما تحتاجي منكهات. خلاص خلاص خلاص، 5 أذواق عندنا اليوم. شوفوا قبل ما نبداو بك الوصفة تاعنا حبيباتي، وش اللي نفكركم، ما نفكركم بالمقلوب اللي درناه المرة اللي فاتت. نتمنى ان شاء الله ضربوا ضلة على الفيديو وتجربوه لانه هايل بزاف بزاف، وتعطيني رايكم في التعليقات. الان نروحوا الوصفة تاعنا. واش نحتاجو؟ قلنا نحتاجو لتر تاع حليب. لتر تاع حليب انا استعملت الاكياس، اقل سعر اللي كاين في بلادنا تاع 2500. جبت شكاره حليب، حطيت عليها 3 معالق نشا يكونوا ملاح، وعندنا 3 معالق تاع سكر يكون عادي. شوفوا بالنسبه عفوا السكر 4 معالق. بالنسبه للسكر هاي في يدك نتيا، مش حتدير لك تغيرات في النتيجه تاع الوصفه، غير درجه الحلاوه كما تحبيها انت. نحكم نحركهم بارد في بارد، نديهم فوق النار حتى يعقد لي شويه الخليط، يرجع القوام هذا تاعو. ومن بعد نفرغهم في غيسيبيون ونغطيهم بابي فيلم ونخليها تبرد لي مليح. ما نستعملوش الثلاجه بتاتا، نخليوها في حراره الغرفه فقط حتى تبرد لي مليح. اذا كنتي مزروبه شويه يعني خليها شويه باك تديها ديك البروده تاع حراره الجو، ومن بعد بورة الجو عفوا، ومن بعد تخليها في الفريجيدار حتى تزيد تبرد لك مليح. مانيش محوسه تبرد خلاص، تاخذ من حراره الغرفه برك ما نقولوا. من جهه خلاف وجبت كاس تاع خبره الشونتي، وزدت معاه كاس تاع ما بارد يكون مليح، طلعتهم مع بعضهم. من جهه خلاف الخليط تاعي هذاك راهو برد لي، وليت فرغته على دفعتين فوق الشونتي اللي طلعتها. قلت لكم الوصفه هذه راهي اقتصاديه بامتياز. شوفي حتى لو عندك كاسه شونتي وكامل دوك، شوفي ما شاء الله الكميه اللي تخرج لنا. هي ما ساعات كنلقاو وصفات نقول وصفات اقتصاديه نستعملوها على اساس انها تعطينا نتيجه هايله وما نستعملوش مكونات بزاف. بصح لا يخفاكم انه حنا نحوسوا على القو ماشي غير اقتصادي فقط، سما نحكموا العصا من الوسط. نعاودوا نرجعوا للقوس هذا. شوفوا طلعت الخليط هذاك مع بعض حتى تجانس لي كما نقولوا. زدت عليه 2 معالق كبار عفوا تاع ممسوحين فقط تاع حليب غبره، ونزيدوا عليهم 2 معالق تاع شراب الجلوكوز. دوك تقولوا لي دوك فيها الشراب جلوكوز والشونتي، نعاودوا نكملوا الكلام تاعنا، وفيها حليب غبره. فما تنسيش بلي حتخرجي قو مليح، ما تنسيش بلي حتخرجي كونتيتي كبيره، وبربي ان شاء الله دوك تشوفوا واش خرجنا. ما نستعملوش بربي ان شاء الله منكهات غير اللي حب تستعمل منكهات. دوك تشوفوا الطبيعي، في الطبيعي ما نستعملوش خلاص مواد كيماويه، مواد كيميائيه على اساس انها مصنعه يعني الاستعمال الغذائي. خرجنا خلاص من النطاق هذا واستعملنا وخرجنا عفوا حاجه نظيفه وحاجه مليحه، وما شاء الله يجي القوت تاعها هايل هايل. شوفوا خلصت لي طاب تاع الخدمه، حندخل دوكا في التنكيه. اول حاجه واش درت؟ حكمت قسمتها ولا شاك نحكم نحط في بواط كميه معينه. الاول حطيت عليه ملعقه كبيره تاع فاني، حركت وغلقت لابواط تاعي. الثاني حطيت عليه بخرجنا الكوت الفاني اكيد. الثاني حطيت عليه 3 ملاعق تاع كاكاو بودره، لازم نصيرهم نغربلهم اكيد قبل ما نضيف عليهم الشوكولاته تختينه. اذا عندك، اذا ما عندكش اكتفي فقط بحليب بالكاكاو فقط، يجي هايل 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 صدقوني. شوفوا اجمل وصفه وجربتها في لاكريم، احسن وصفه. تقريبا كل المكونات اللي استعملتها كانت عندي في المنزل. بالنسبه للتنكيه قلت لكم الانواع اللي خدمتها ماشي شرط ديروا زيي انايا. انا نسيت اني ندير لي قو مختلفين. انتي واش عندك في الدار خرجي منه القو. الاول الفاني هايله علينا، نستعمل دائما الفاني تاع الميزان. قلت لكم هو احسن خير من لي ساشي، خير من لي تاع لي باكي اللي عندهم مام السائل عادي. الثاني الكاكاو قلنا شوكولاته اختيني. الثالث كان عندي قطع تاليف خاز في الكونجيلاتور، حكمت جبتهم رحيتهم طول. لازمك تحطيهم في المينياشوار باه ما يرجع لك جو. اكدي لي على هذه. واذا عندك لي فخاز تاعك جديد طازج حطيه في الكونجيلاتور شويه قبل ما ترحيه. لهنا فقط زدت له القليل من المنكه. راهي هذه الخطوه ماهيش اجباريه، تقدري تستعملي اي نوع اخر من الفواكه بنفس الطريقه اللي استعملنا بها بعد الفراوله.
قلنا هذا ثالث جو كيما نقولوا، ولا ثالث نكهه. بالنسبه دوكا لاخر نكهتين كيفاه درت، كان عندي علبه تاع يا يوغت ناتور، ولا يكون عندك بتي سويس، ولا ضيفيها على الخليط تاعك الاصلي هذا اللي تبقى لنا اكيد، وحكمت خلط شويه بالباتور. هذه ليطاب اللي قاعده ندير فيها لاني محوسه نخرج الكو تاع تشيز كيك، لانه محوسه نخرجوا الكو تاع تشيز كيك. ومع هذا الكوس تقسمته ثاني على زوج. المهم كما نقولوا راني حاولت استثمار قدر الامكان جميع حاجه كانت عندي في الدار، خدمت بها وخرجت قلنا 5 أذواق ما شاء الله، واحد ما يشبه فيه الآخر، وواحد ألد من الآخر. لنا حتبقى أكيد أذواق كيما نقولوا شوكولا فاني ولي فراز، هادو كامل يحبوهم، يبقاو الإضافات الأخرين على حساب واش تحبوا نتوما أفراد العائلة. قلت لكم الجزء الأول حطيت فيه القليل من الجوز، خلطته فيه اكيد من داخل الجوز، قطعته فقط شويه برك، تفتفته برك به نقولوا جاني بزاف. والنكهه الاخيره كان عندي غاتو ماكسون، شبيه بالاوريو، اكيد حبيتو تستعملوا اوريو ولا ماكسون ولا اكيد حكمت رحيته رجعته بودره. من المستحسن انك ما كيف نقولوا ما ترحيش خلاص بودره، من المستحسن ان يبقى فيه شويه قطع. للاسف من ياشوار تاعي انا معات كيت المره الاولى راح رجع بودره، وما ننساش اني بودرت من فوقها. استثمار الاخير واش درت، حبيت ندير لمسه اضافيه، حبيت نمد لكم فكره تاني، حبيت نخدم لي زيسكيمو بنفس الخليط ويكون ناجح مليار بالمية. درت 4 قطع فقط يعني باه نبين لكم التجربه، وحطيت فيه اذواق متنوعه. اكيد هذا الخليط تاعك ولا لا كريم تاعك ولا لي زيسكيمون تاعك لازم يباتوا ليله كامله في الثلاجه، ليله كامله. كي تجي حتقدميه ما تنساش تجبدي لا بواط قبل شويه يطلق شويه يروحوا به، يبدا يروح له الكلاصون الاولى، تبداي تقدميهم. كما تشوفوا النتيجه كانت هايله ما شاء الله، من بعد يرجع كريمي وما يبقاش فيه لي كلاص بزاف. للاسف التكميله تاع لي زيسكيمون راحت لي، معليش حكمي سخني في محمام مريم قليل من الشوكولا، حبيتي زيدي لها شويه تاع مكسرات، حطيها في كاس وخليها شويه تاخذ حراره الغرفه، ما تستعمليهاش وهي سخونه، وغطسي لي زيسكيمو تاعك. هذه بالنسبه باش كملت يعني الخدمه. وبما ان 4 قطع راهم طاروا ونسيت اصلا ما صورتهم كما نقولوا. لهنا قدمتهم في في كؤوس، حنقول لكم اكياس، كؤوس مختلفه، كل زوج اذواق جمعتهم مع بعضهم بما يناسب، يعني واش يناسب بعضها ولا على حسب افراد الاسره واش يحبوا. الان وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى ان شاء الله عجبكم واش قدمت لكم اليوم. ما كنتش رايحين تعرفوا قيمه تاع الوصفه ولا يعني باللي راهي بنينه صح حتى نجربوها. نتمنى ان شاء الله تجربوها تفرحوا وليداتكم. خير من لابواط نشري 35000 هو ما فيه والو، راني خدمته كميه كبيره ويستهلك. ما نقدرش نقول لك خبيه في الكونجيلاتور مده كبيره لانه دي حاجه نورمالمون تستهلك وما كانش المحبها كبير وصغير كما قلت لكم. الان نقول لكم استودعتكم الله، موعدنا في الفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.